بصدر فرخة هتعملي أحلى عشوة بجد والله العظيم. أنا كان عندي كده بانيه في الفريزر عندي، طلعته بصراحة وكنت بصوا عايزة أقول لكم محتارة أعمل أكل إيه أو عشاء إيه وكده. بجد عايزة حاجة خفيفة وفي نفس الوقت سريعة جدا وما تاخدش وقت وعشان نتعشى بسرعة وكده. فقمت مطلعة طبعا هنا البانيه مقطعاه طبعا حاجات، يعني شرايح طولية كده. هنعمل أكلة تحفة جدا جدا كل الناس بتحبها، وفي نفس الوقت يعني عايزة اقول لكم بتبقى تحفة قوي قوي في العشاء او في الغداء او بصراحة بتبقى خفيفة. بمناسبة ان احنا داخلين على رمضان كمان، ان احنا عايزين حاجة خفيفة يعني ما تكونش بقى طبيخ بقى وحاجات من كده والكلام ده، عشان ناكل بقى في رمضان كل حاجة من دي. فاحنا بنمشيها الايام دي اي حاجة. تمام، يعني حاجات سريعة عامة. انا بقطع هنا البانيه حاجات طولية كده. هنشوف بقى هنعمل اكل النهارده ايه، بس اهم حاجه اعملوا لايك على الفيديو واعملوا اشتراك في القناه وشيروا الفيديوهات بتاعتي ارجوكم بجد، دعموني كده وشجعوني نعمل فيديوهات كتيره. وان شاء الله خير، المرحله الجايه ان شاء الله خير. في مفاجآت كتيره المرحله الجايه. بصوا بقى انا جوزي هنا راح جاب مخلل بصراحه كان تحفه بجد يعني بوريكم. طاسه كده حاطط فيها حبه زيت، وقمت طبعا هنا منزله، بس لازم الزيت يكون سخن جدا تمام عشان الفراخ تنزل كده تعمل تش كده، انتوا فاهمين الصوت ده. هبتدي ان انا اشوحها كويس جدا تمام. هتشوفوا دلوقتي هعمل ايه. بصراحه اكله تحفه ما بتاخدش 5 دقايق وفي نفس الوقت طعمها روعه روعه روعه. جربوها بقى. وما تنسوش تعملوا لايك لناسي دلوقتي، يعني يعمل لايك بقى بالله عليكم. تمام، بتتفرجوا وخلاص على فكرة، ما بتعملوش لايك ولا بتعملوا كومنت كده حلو زيكم ولا اي حاجة، لا تسلم ايدك ولا اي حاجة خالص. ماشي، حطيت شوية فلفل اسمر وحطيت كمان شوية بهارات مشكلة لها 7 بهارات او بهارات فراخ عادي بقى. تمام. حطيت هنا توم باودر، وحطيت برضو شوية بهارات كده، وحطيت بابريكا. حطي بقى البهارات اللي انتوا عايزينها، ممكن ملح وفلفل وبهارات مش اللي هو البهارات الفراخ بس. تمام، مفيش اي مشكلة خالص. يعني عادي بقى هسيبها تتشوح كده وتنزل ميتها وتشربها اهم حاجة. وانزل كده بشوية مية كده كمان عشان تستوي برضه، اضمن ان هي استوت. تمام، ونزلت كمان بمكعب مرق الدجاج، بصراحة بيخلي الطعم روعة. حقيقي بجد هو مضر بصراحة بس هو بيخلي الطعم حلو قوي. جبت كده بصلتين واقوم مقطعاهم كده جوانح تكون رفيعة خالص. تمام، بس كده هبتدي ان انا اقطعهم جوانح كده. وكمان معايا فلفل الوان، بصراحه فلفل الالوان بقى هو النجم بتاع الاكل النهارده. بصراحه الفلفل الالوان بيدي طعم حلو قوي للاكله دي. هو البصل والفلفل طبعا، فلفل الوان بقى سواء فلفل اصفر احمر اخضر اللي عندكم، يعني مش بقول لكم مثلا تجيبوا فلفل الوان، لا اللي عندكم فلفل اخضر تمام، عندكم فلفل احمر تمام، مفيش اي مشكله. بس انا بقول لكم الفلفل الالوان عامه بيدي طعم حلو قوي للاكل عامه. بصوا بقى انا هاخد هنا نص الفلفلايه الصفراء ونص الفلفلايه الحمراء وهغسلهم بقى كويس، بس دول مش هغسلهم عشان احطهم في التلاجة تاني. هغسلهم كويس وابتدي ان انا اقطعهم برضو شرايح طوليه. وبحمر بقى بطاطس النهارده، بقى الاكله النهارده فظيعه فظيعه. قطعت كده بطاطس ومحمراها طبعا. انتظر بقى ان شاء الله الفيديوهات الجايه، ان انا عايزه انضف طبعا المطبخ بقى تنظيف عميق للمطبخ قبل رمضان باذن الله. وتنظيف بقى للطاسات والحاجات اللي احنا عندنا فيها ايه طبعا بلاوي زرقاء. تمام. بس بقى بقطعها حاجات رفيعه خالص، يعني مش حاجات تخينه، لا حاجات رفيعه عشان برضو ايه تستوي. والفراخ معايا موطيه عليها خالص عشان ايه برضو ما تتحرقش معايا. وكل شويه بقلب فيها. هنا قطعت الفلفل الالوان اهو خلاص، هبتدي احط دول في التلاجة بقى، مش عايزاهم دلوقتي خالص. خلاص بقى الفراخ عندي بقت جوسي وفظيعه، ريحتها اصلا كانت قلب البيت. هنزل بالبصل. تمام. هنزل بالبصل الاول هشوحه تشويحتين كده مع الفراخ. هياخد تشويحتين كده تشموا ريحه البصل اصلا وهي طالعه كده مع الفراخ، يا سلام بجد تحفه. تمام. بس بقى اول كده ما البصل يدبل كده ويبتدي ان هو يكرمل كده مع الفراخ، هنزل طبعا بالفلفل الالوان بتاعه. وكمان انا حطيت شطه وفلفل اخضر، يعني زودت شطه وفلفل اخضر كمان عشان يدي الطعم المظبوط بقى. هبتدي اقلب بقى. شايفين الاكله انتوا طبعا جمعتوا الاكله هي ايه، طبعا شاورما فراخ بس الطريقه تحفه. تمام، ولا تقولي بقى شاورما سوري ولا اي حاجه خالص. شاورما مصري، دي شاورما مصري.
تمام. بس الطعم والله العظيم هتدوقوه تحفه، هتجربوه طبعا، جربوا الاكله دي قبل رمضان طبعا، جربوها كده قبل رمضان. هاتوا الصدر فرخه واعملوا بالطريقه دي. البطاطس عندي اتحمرت وبقت جميله، استنى اطلعها برضو مطيه على الفراخ، تاخد برضو تشويحه كده مع الفلفل، يعني يديها طعم حلو. بس كده ابتديت ان انا البطاطس بتاعتي قرمشت وبقت تحفه. انا اطلعها، البطاطس اصلا لو تحمير هتقرمش على طول. سيبكوا بقى من الوصفه السحريه والوصفه مش عارفه ايه، هو لو يعني البطاطس تحمير هتقرمش. هنا طبعا هنا الشاورما الفراخ بطريقتي طبعا تحفه، وحطيت طبعا عليها طبعا في الوان زي ما انتم شايفين، بيديها اصلا طعم طعم مسكر كده، انتوا عارفين ان الطعم ده تحفه. وحطيت عملنا طبعا بطاطس محمره. اكله النهارده او العشاء بتاع النهارده لذيذ جدا وخفيف وبسيط، يعني مش مكلف. صدر فرخه هتاكلي البيت كله طبعا. تعملي بقى سندوتشات للاولاد بصراحه، والاكله دي بيحبوها الاطفال جدا كمان. بس لو عجبكم الفيديو بقى طبعا ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، الاشتراك في القناة، لاني خلاص قربت على 100,000، خلاص يعني فاضل على حلمي تكة. ساعدوني ودعموني بقى، والفترة الجاية دي وشيروا لي الفيديوهات واعملوا تعليق حلو زيكم. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.